صباح الخير والمحبة والسلام والظهور البرية الأوركيد والبنسية على أجمل شعوب الأرض كافة تحت هذه السماء وعلى هذه الأرض. النهاردة يا حبايبي الحلوين الفيديو بتاع آدم وحور عن النخبة بتاعة جيل التمانينات، هذا الجيل الجميل الطيب المحترم، آخر الأجيال المحترمين وأكثرهم احتراما للنفس وللغير. أنا النهاردة يا جماعة جايب لهم فيلم شاهدناه ونحن أطفالا صغار على قناة سينما الأطفال، سينما الأطفال، سينما لماما عفاف الهلاوي. هذا الفيلم اسمه الساحر أوز. وبالمناسبة يا جماعة الساحر أوز ده رواية عظيمة للكاتب الأمريكي الجميل ليام فرانك باوم. هذا الكاتب كتب أعمالا كثيرة، من أهمها وأجملها على الإطلاق الساحر أوز. الساحر أوز يا جماعة بيحكي عن الفتاة دروسي، فتاة جميلة طيبة حلوة كده لذيذة، وكان معها كلب اسمه تودو. صحت في يوم من الأيام فقالت للكلب تودو: يا تودو، هل في مكان في هذه الأرض خالي من الشرور والأحقاد؟ فتودو قال لها: تعالي نسأل الساحرة الجميلة الساحرة جليندا. الساحرة جليندا كانت ساحرة جميلة بتلبس جزمة بيضة، عكس قرينتها من الساحرات الشريرات اللي كانت بتطير على المقش. الساحرة جليندا قالت لها: يا دروسي، انت عايزة تروحي لمكان خالي من الأحقاد والشرور؟ قالت لها: أيوة يا جليندا. قالت لها: هوديكي عند الساحر أوز. ورسمت لها طريق الرحلة إلى الساحر أوز. طبعا كان في عراقيل، الساحرة الشريرة اللي كانت بتطير على المقشة ولكن هذه العراقيل هنعرف دلوقتي إنها لم تعرقل دروسي عن مهمتها وعن رحلتها الجميلة الفاضلة. فضلت دروسي ماشية 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 ماشية، وفي الطريق قابلت خيال المآتة هونك. خيال المآتة لما شاف دروسي خاف وارتعب. قالت له: انت قاعد بتعمل ايه هنا يا خيال المآتة؟ قال لها: انا قاعد بدور ببحث عن العقل، انا ما عنديش عقل يا دروسي. قالت له: طب تعالى معايا ورزقي ورزقك على الله، هنروح عند الساحر أوز وهناك هنلاقي كل حاجة احنا عايزينها. خدوا بعض ومشوا وفضلوا ماشيين ماشيين ماشيين، وفي طريق المشي بتاعهم والرحلة قابلوا الرجل الحديدي المصنوع من الصلب هيكوري. كان اسمه هيكوري. فقالوا له: انت بتعمل ايه هنا يا هيكوري؟ قال لهم: انا قاعد هنا ببحث عن قلب اشعر بيه واحب بيه و... واتمنى بيه الخير للناس وكده. قالوا له: انت ما عندكش قلب؟ قال لهم: لا، انا راجل زي ما انتم شايفين مصنوع من الصلب. وقعد يعمل لهم كده مش عارف ايه. فقالوا له: طب تعالى معانا يا هيكوري، هناخدك ونطلع على الساحر أوز، وهناك اكيد هنلاقي القلب اللي انت بتدور عليه. فضلوا ماشيين 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 ماشيين، وفي طريق الرحلة وفي طريق الرحلة الجميلة بتاعتهم إلى الساحر أوز قابلوا الأسد زيكي. الأسد زيكي بص عليهم وكان خايف وجبان وبيرتعد من الخوف. فقالوا له: أنت بتعمل إيه هنا يا أسد؟ ده إحنا المفروض نخاف منك. قال لهم: أنا قاعد هنا ببحث عن الشجاعة، لأن أنا جبان وبخاف من كل حاجة حواليا. قالوا له: طيب تعالى معانا واركب معانا واحنا هنروح للساحر أوز، لأن احنا بندور على العقل بتاع هونك خيال المآتة، وبنبحث عن قلب لهيكوري هذا الرجل الحديدي، وهنبحث لك عن الشجاعة وأكيد هنلاقيها عند مين؟ الساحر أوز. طب وانت يا دروسي؟ قالت لهم دروسي: أنا ببحث عن مكان خالي من الشرور والأحقاد وكده. فضلوا الجماعة كلهم ماشيين، الأسد زيكي وخيال المآتة هونك والرجل الحديدي المصنوع من الصلب هوكري ودروسي والكلب بتاعها. فضلوا ماشيين 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 على الرحلة بتاعتهم بيدوروا على الساحر أوز. قابلتهم في هذه الرحلة صعاب وساحرات وحاجات كتيرة علشان خاطر تعرقل عليهم هذه الرحلة الجميلة الطيبة. فكان هونك هذا الخيال المآتة الذي كان يبحث عن العقل كان دائم التفكير، كان دايما بيفكر ازاي يخلصهم من هنا وازاي يحط ده، وكان داهية
ازاي يعني يبعد عن الساحرات، وازاي يخليهم يمشوا من على الجسر، ازاي هدا تفكيره ان ممكن يكون هنا في حاجات مثلا وحشه فما يعدوش عليها، يعدوا من على الناحيه التانيه. وكان هذا مصيرهم. اما الرجل الحديدي الذي كان يبحث عن القلب فكان دائم الخوف عليهم، يعني عنده قلب، كان دائم الخوف عليهم، وكان دايما عايز يخليهم في المرتبة الأولى دايما، وكان دايما بيعطف عليهم وبيخاف عليهم وبيحنو عليهم، وكان بيحزن لو دروسي حصلت لها حاجة، وكان يحزن على أصحابه، يعني إذن عنده قلب. أما الأسد الجميل زيكي الذي كان يبحث عن الشجاعة فكان دائم هذه الرحلة، كان قوي شجاع لا يهاب الموت، كان بيضحي، كان عنده استعداد ان هو يضحي بحياته علشان ينقذ اصحابه وينقذ دروسي وهونك وهيكوري والكلب تودو من هذه الرحلة. فضلوا الجماعة ماشيين ماشيين ماشيين، كل واحد فيهم عمل اللي عليه واكتر وزيادة، الى ان وصلوا الى الساحر اوز. استقبلهم الساحر اوز بالفرح والمرح والسرور، وقال لهم مالكوا، ايه اللي جابكوا هنا؟ دوريسي قالت له انا ببحث عن السعادة وعن مكان خالي من الشرور والأحقاد. هونك أنا ببحث عن العقل اللي هو خيال المات. هيكوري أنا أبحث عن قلب أحب بيه الناس. زيكي أنا أبحث عن الشجاعة اللي هو الأسد. فبص لهم كده الساحر أوزو، ابتسم لهم ابتسامة خفيفة لذيذة لطيفة أشعرتهم بالأمن والأمان، وقال لهم كل واحد فيكم في طريق الرحلة وجد اللي كان بيبحث عنه. في داخل كل إنسان يا جماعة مننا طاقة، هذه الطاقة لو أخذها واستنفذها ممكن يهد بيها الجبال. هذه الطاقة الإيجابية التي بداخل كل إنسان، إذا كل إنسان استوعب إن جواه طاقات حلوة وجميلة ممكن يفيد بيها البشر ويفيد بيها البشرية ويبدع وينتج ويثمر في هذه البشرية يعني حاجات حلوة وقيمة، يمد ايده جواه ويطلعها. يمد ايده يا جماعة جواه ويطلعها. الساحر اوز لما شاف الاربعة دول قال لهم انتم في طريق الرحلة وجدتم ما كنتم تبحثون عنه. فهونك خيال المآتة اللي كان دايما بيبحث عن العقل كان دائم التفكير، وكان بيطلعهم من المواقف. لما حكوا لي بقى كل حاجة كان بيطلعهم من الازمات ويطلعهم. هيكوري هذا الرجل الذي كان مصنوع من الحديد والصلب، وكان يخشى وكان عايز، عنده قلب، بالعكس كان عنده قلب، كان عنده قلب جميل بينبض بالخير والحب والوفاء، وكان دايما بيخاف عليهم وبيعطف عليهم وبيحنو عليهم وبيحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، يعني عنده قلب. زيكي هذا الأسد الشجاع اللي كان مليء بالشعر واللي كان خايف وبيقول لك أنا بدور على الشجاعة، كان دائما رحلة شجاعة، كان دائما رحلة شجاع، خلصهم من الساحرات وخلصهم ووصلهم في طريق الأمن والأمان لغاية الساحر أوز. الساحر أوز كان عايز هذا الكاتب العظيم ليانك فرانك باوم كان عايز يقول لنا ان جوه الإنسان جوه منه طاقة. هذه الطاقة الجميلة اللي داخل الإنسان لازم الإنسان ياخدها ويستغلها صح. الأسد وهيكوري وهونك وتودو ودروسي كانوا يبحثون عن هذا الموضوع، وفي النهاية صحي الدروسي من الحلم، لأن كل ده كان حلم. صحي الدروسي لا يدخلها اللي هو الأسد زيكي عمها، بكلهم نفس الأشكال اللي كانت بتشوفها في الحلم، هي نفس الحاجات اللي عائلتها، الخال والعم والخالة والدب، كل دول كانوا معاها. فرحت قوي وحمدت ربنا ان الحلم ده اداها طاقة ايجابية للحياة، واستوعبت قد ايه ان الحياة دي فيها جمال وفيها متع وفيها. النصيحة بتاعتي انا مني ليكو، نصيحة ابو ادم ليكو، ان اي بني ادم بيحاول يعرقلك ان انت تصل الى هدفك ما تسمعلوش. في ناس ممكن يقفوا وراك ويعملوا لك حاجة وحشة علشان ما توصلش، وفي ناس يقفوا وراك ويدعموك. الناس اللي بتدعمك هم دول اللي تسمع لهم، انما الناس التانية اللي بتشوفهم في الحاجات التانية دي اياك تسمع ليهم، ما تسمعش ليهم يا حبيبي. وفي رعاية الله.